المطرب والفنان عمر فتحي صوت المرح ومطرب الشباب، زائر خفيف جه الدنيا عشان يسيب أثر سريع ويرحل في هدوء. عمر فتحي وتفاصيل عن حياته في الفيديو، يلا هنبدأ. المطرب الجميل عمر فتحي اسمه الحقيقي محمد عبد المنعم، اتولد في فبراير 1952. والده كان بيعمل مهندس في السكك الحديدية. عمر فتحي هو الابن التاني ما بين 5 أشقاء. رحل والده وهو في بداية الأربعينات من عمره. عرف عمر فتحي معنى اليتم وعمره لم يتجاوز 11 عام. لقب عمر فتحي أو اسم الشهرة لمحمد عبد المنعم المطرب المعروف بعمر فتحي يرجع لمكتشفيه، وهو المخرج فتحي عبد الستار والفنان الكبير عمر بطيشة. والحب ليهم خد أول اسم من عمر بطيشة وأول اسم من فتحي عبد الستار، وأطلق على نفسه لقب عمر فتحي. قدم المطرب عمر فتحي 11 ألبوم غنائي، منها على فكرة، وعلى ايدك، وعلى قلبي، على سهوة، على مهلك، على ايه، والله وغالي عليا، وعلى شرط، وايام، وسفينة العجائب، وأغاني مسلسل سيدة الفندق. قدم لون جديد من الغناء. الفنان عمر فتحي ابتكر لون جديد من الغنى، فكانت ألحانه مختلفة وكلماته أيضا مختلفة تماما على عكس مطربي الفترة دي. حاول الفنان عمر فتحي يمزج ما بين أغانيه وبين الأغاني الشعبية والأغاني العاطفية، فأنتج لون جديد مختلف في الوقت ده وتميز بيه عن باقي مطربي جيله وعجب الناس جدا. أول مطرب يغني بالقميص والبنطلون. يعتبر المطرب عمر فتحي من أول من غنى بالقميص والبنطلون ومش البدلة التقليدية. المعتاد في الفترة دي إن كل المطربين كانوا بيظهروا وبيغنوا بالبدلة الرسمية، ولكن الفنان عمر فتحي كسر القاعدة دي وطلع بالقميص والبنطلون، وده اللي خلاه فنان غير تقليدي. بعديها قلده كتير من المطربين زي عمرو دياب وعلي الحجار ومحمد الحلو. المطرب عمر فتحي أول ما ابتكر فكرة الفيديو كليب. كان عمر فتحي من أوائل المطربين اللي غنوا بطريقة الفيديو كليب، وكانت أغنية على إيدك من أوائل الأغنيات اللي مهدت للفيديو كليب في وقتها إن هو يظهر وينتشر بعدين. دخل المطرب عمر فتحي مجال الفن من أوسع أبوابه، وده لشعبيته الواسعة جدا اللي خلت المخرجين ينهالوا عليه بعروض التمثيل. شارك في كتير من الأعمال الفنية زي مسلسل حسن ونعيمة أمام الفنانة الجميلة شريهان، ومسلسل سفينة العجائب، ومسلسل سيدة الفندق أمام الفنانة يسرى، وغيرها من الأعمال. عانى الفنان عمر فتحي من أمراض القلب. في الوقت اللي ظهر فيه الفنان عمر فتحي وتعرف انه مريض، كان كتير فاكرين انه بيدعي المرض علشان يكسب تعاطف اكبر شريحة من الجمهور، والبعض الاخر ظن انه هو بيعمل كده علشان يتم تشبيهه بالفنان عبد الحليم حافظ وينال نفس شهرته. ولكن الفنان عمر فتحي تميز بلون مختلف تماما عن اللون اللي أبدع فيه الفنان الراحل عبد الحليم حافظ. خانت الأمانة وتسببت في وفاة المطرب عمر فتحي. حكى أخو الفنان عمر فتحي إن الفنان عمر فتحي تعرض لصدمة كبيرة وهي اللي تسببت في وفاته قبل وصول الطبيب ليه. اكتشف الفنان عمر فتحي إن الخادمة اللي كانت بتعمل عنده وواثق فيها وكان بيساعدها هي وأولادها خانت الأمانة. ففي ليلة وفاة الفنان عمر فتحي اكتشف بالصدفة إنها بتسرق مقتنيات من البيت وبتخبيها في صندوق القمامة عشان يثور جدا ويتعرض لأزمة قلبية ويفارق الحياة قبل وصول الطبيب، وده كان في ديسمبر سنة 1986 عن عمر ناهز 34 عام. خلص الفيديو، لو عجبكم لايك وشير وفولو للبيج.